حسب المعطيات الأولية فإن وفاة الضحايا الذين كان بعضهم يعيش حالة تشرد يرجح أن تكون ناتجة عن استهلاكهم لكحول الاشتعال. ومنذ إشعارها بالحالات جندت المصالح الصحية بالحجب كل الإمكانيات لإنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم. استقبلنا 7 ديال الحالات الوفيات، و 9 ديال الحالات ديال التسمم، فيهم 5 اللي هما دابا ناعسين عندنا في المستشفى الاقليمي مولاي حسن، 2 ناعسين في المستشفى الاقليمي مولاي حسن، و5 يعني خرجوا وما عندهمش ما هماش في حاله سريريه اللي مستقره، ما عندهم حتى شي حاجه، و2 اللي صيفطناهم للمستشفى الاقليمي ديال مكناس، مستشفى محمد الخامس. الحالات التي تم توجيهها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس خضعت لفحوصات مركزة، وبذل الطاقم الطبي مجهودات لتحديد نوعية المادة المسببة للأعراض المميتة. كيجيونا بحالات ديال أنهم عندهم صداع في الرأس، وعندهم تروبل فيزويال، يعني ما كيشوفوش مزيان، والحاله ديالهم بوقت مع الوقت كتدهور. من بين هاد 2 حالات، وحده راه كما قلنا راه توفات الله يرحمه، والحاله الثانيه راه غنطلعوها الانعاش، والحاله الثانيه الاخرى الثانيه راهم في لا سال دو ديشوكاج، راه حنا غنسعفوهم وغيبقاو في المراقبه حتى يتعالجوا ان شاء الله. وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف مزود الضحايا بهذه الكحول، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وأسباب هذه الوفيات.